لاحظت ثلاث وقائع مضايقني. ثلاث وقائع هي تصرفات عنصريه. ثلاث تصرفات عنصريه من دول المفروض راقيه. دول المفروض راقيه جدا. المفروض الدول دي بيعلمونا حقوق الانسان. تخيل عملوا او ظهر منهم او صدر منهم تصرفات اصفها بانها تصرفات عنصريه. تصرف من المانيا، وتصرف من هولندا، وتصرف من الدنمارك. خليني اقول لحضراتكم يعني هبدا بالدنمارك اللي نشروا احد المذيعين اللي شغال في محطه اسمها TV2 في هولندا. اللاعبين المغاربه شبههم ان هم قرود، يعني لما يجي جاب قرد اهو قدام حضراتكم، ده مذيع عنصري يعني جايب ادي مجموعه من القرود، قرد وابنه يعني او يعني كده، فام بتحتضن صغارها، دي صوره. وبعدين جاب صور لاعبي المغرب وامهاتهم، شبه القرود عندما تحتضن صغارها بامهات لاعبي كره القدم في المغرب. يا جماعه دي الراجل ده سخيف كده. الراجل المذيع ده راجل ما عندوش دم. المذيع ده راجل عنصري. المذيع الدنماركي ده هو راجل ارهابي كمان. ليه؟ لانه بيستخدم المنصه بتاعته في السخريه والتنمر على الناس. يعني ايه اصف ام مغربيه وابنها اللاعب ان هم بيحتضنوا بعض المباراه ان هم زي القرود؟ يعني ده اشرف حكيمي وامه اشرف حكيمي على راسنا وامه على راسنا. ليه تسخر منهم مذيع دنماركي عنصري؟ طبعا التلفزيون الدنماركي بعدين اعتذر وقال بنأسف لانه احد المذيعين عمل تصرفات غير يعني مقبوله. ايضا في المانيا قناه المانيه قارنت اشاره لاعبي منتخب المغرب لما كانوا بيجيبوا اجوان، فكانوا بيرفعوا ايديهم يعني زي حركه بيعملوها شكرا لله، بيشكر ربنا، يعني حركه. اي حركه من الحركات دي كل واحد له طقوس في التعبير عن فرحته. اهو دول بتوع المغرب اهو بيعملوا الحركه اللطيفه دي، فهم قالوا انه ده شعار داعشي، وجابوا صوره اهو جابوا صوره داعش وهم بيعملوا هذا الكلام، وقال هل المغرب ولاعبيها بيدعموا داعش؟ ده مين ده؟ القناه الالمانيه اسمها دي فيلت. بقول للقناه الالمانيه عيب والله، عيب ما يصحش، لانه انتوا زعلانين من قطر ان هي لم ترفع شعارات المثليه الجنسيه، وبتقولوا الحريه مقفوله بشكل مطلق. انتوا قمتم بتصرفات اقل ما توصف بها انها تصرفات عنصريه وتصرفات فيها تنمر وفيها سخريه غير مقبوله من لاعبي المغرب. اروح للكاريكاتير اللي اتنشر في مجله هولنديه، وللاسف الشديد هذه المجله اسمها دي فولكس كرانت او جريده الشوب الهولنديه، رسمت كاريكاتير على موقعها، ويعني قالوا فيه انه اتنين من اللاعيبه رافعين علم المغرب راكبين الدراجه الناريه وبيسرقوا كاس العالم وبيجروا، يعني انهم حراميه كاس العالم. وواقف صاحبنا الاوروبي بيبص عليهم. اعتقد تصرفات عنصريه مقيته من ايضا صحفي في هولندا اللي بيتكلموا على حريه التعبير وعلى المساواه وعلى حقوق الانسان. يبقى اللي حصل من الكاريكاتير الهولندي والمذيع الالماني والمذيع الدنماركي، اعتقد ان هي حاجات انا اسف جدا يعني اقل ما توصف بها انها تصرفات عنصريه مقيته. احنا بنقول لا، الازمات بتظهر والتصرفات بتظهر والمرء مخبوء تحت اللسان. انت جاي تقول لي انا مع حقوق الانسان وانت ضد حقوق الانسان وانا بعلمك حقوق الانسان، بقول لك انت كذاب لانك انت عنصري، انت بتتنمر، انت بتسخر. ولما جت الحرب الروسيه الاوكرانيه انت اتكلمت على الاوكران، قلت دول مش عرب،
دول مش مسلمين، دول مش شرقيين، دول كذا دول كذا، دول مش اصحاب بشره سوداء، فانت عنصري. وانا بقول متى يتحرر الغرب من عنصريته الدفينه؟ عنده عنصريه فيها نوع من الاختباء، مختبئين وراء شعارات براقه. وبقول لهم تاني، وصدق الرئيس عندما قال انتوا مش هتعلمونا مبادئنا، لا ده احنا نعلمكم مبادئنا، لان مبادئكم مبادئ مزيفه، احنا مبادئنا